السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو فقاص المغربي بلا فقصة بلا عذاب بلا دليك. غادي نوجدوه بواحد المقادير اللي بسيطة وكيجي رائع. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل. غادي نشارك معكم جميع الاسرار. ندوزو المقادير. عندي 6 ديال البيضات، وعندي سكر سنيده، 2 كيسان ديال العنبه هكا زلافه ما عامراش، كاس ديال الجنجلان ما عامرش حتى هو اللي نقيناه ما غادي نحمروه ما والو، 2 كيسان ديال الزيت، قياس ديال العنبه. عندي كاوكاو حيدت ليه القشره وقطعته في القطاعه بالموس هكا. قطعوه مزيان باش ما يخسرش لنا الفقاس ديالنا ملي نكونوا كنقطعوا فيه. واللوز حتى هو هكا بالقشره ديالو قطعته. عندنا كاوكاو محمر واللوز ما محمرش، وحتى الجنجلان ما محمرش. والنافع عندنا معلقه كبيره. من الاحسن ناخذوا هذا النافع اللي كيكونوا حبيبات ديالو هكا صغار باش كيجي زوين في الفقاس. والملح حسب الذوق. غادي نستعمل 2 خمارات ديال الحلوى والدقيق الفورس. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي ندير فيه بيض. غادي نخلي صفر بيضه للتزيين، وغادي نزيد سكر سنيده والزيت قبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط كل شيء. من بعد كنحرك هذاك الخليط وكنعاود كنطحن باش كيتجانسوا ليا المكونات مزيان. هنا في قصريه غادي ندير هذاك الخليط ديالي اللي طحنت، وغادي نزيد عليه الزرارع ديالي، الجنجلان والكاوكاو واللوز. يمكن لكم تستعملوا اللي بغيتو، غير ما تكتروش باش ما يجيكمش كيتفرتت، باش ما يجيكمش هكا الفقاص يبقى يتقطع معاكم، يبقى يتهرس معاكم عفوا. صافي هنا كنزيد الدقيق بشويه بشويه مع دوك 2 ديال الخمارات. غادي نبدا نزيد بشويه بشويه وكنجمع حتى كنتحصل على واحد العجين اللي كيكون كيتلصق. ما نقصحوهاش باش ما يتشققش معكم الفقاس. اللي كيعانيو من هكا كيتبقى يشقق معاهم الفقاس، ان شاء الله تتبعوا هاد المراحل وراه غادي يجيكم فقاس زوين وناجح وما غاديش يتهرس معاكم. صافي غادي نبقى كنجمع، كنزيد الدقيق بشويه بشويه حتى كنتحصل على هاد العجين بحال هكا كتكون كتلصق. الا دباتكم ديروا شويه ديال الزيت في يديكم، راه بسرعه غادي تجمع معكم. صافي بحال هكا راكم شفتوا القوام ديال العجينه كيفاش داير. راه كتعطينا واحد الكميه اللي ما شاء الله كثيره ديال الفقاس. هنا غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت باش ما تبقاش كتلصق معايا، وغادي نشكلها الكويرات. صافي غادي نشكلها 4 ديال الكويرات، وكل واحد على حسب صفيحه ديال الفرن ديالو. الفران يكون بارد ندخلوه ليه وهو بارد، ما يكونش سخون، ونقصوا ليه بحال غادي نطيبوا الكيك وندخلوه للفران. صافي هنا غادي نجيب اللاطه ديالي اللي غندخلو فيها، غادي نفرش ليها ورق الطبخ. تقدروا تدهنوها بالزيت. هنا عندي للتزيين صفر بيضه وقهوه سريعه الذوبان والخل تقريبا 2 معالق كيهرس هذاك الجهد ديال ريحه ديال البيض. هنا كنجيب الكويرات ديالي كنبدا كنحربلهم بهذا الشكل غير بشويه باش ما ديروش دوك الشقوق ويتشقق معاكم. هكا غير بشويه ضغطوا عليهم حتى كتشكلوهم حرابل كيف ما بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار على حساب الرغبه. مباشره كنهزوهم للاطه ديالنا، ما نخلوهمش وعاد عاود نهزوهم. صافي هنايا نفرشت اللاطه ديالي بورق ديال الطبخ. هنا هكا كنضغطوا عليهم غير شويه من الفوق حتى هو السر باش ما تشققش معكم، ما يتشققش معكم الفقاس غير بشويه. هنا كنجيب واحد البرا وكنتقبو مزيان من الجوانب ومن الوسط، راه ما غاديش يتشقق معكم الا تبعتوا هاد النصائح. كنتقبو مزيان بحال هكا حتى في الجناب ماشي غير في الوسط. الا
جربتوا هاد المراحل وتشقق معاكم، ما ديروش البيض، ديروا غير الماء، وقهوه سريعه الذوبان، ودهنوا البيض ديالكم باش دهنوا عفوا الفقاس ديالكم باش يعطيكم هذاك اللون. ما ديروش البيض. صافي كندير خطوط بحال هكا مائله مزيان على حساب الرغبه بهذا الشكل في الجوانب، وغادي ندير من الفوق. المهم الفيديو راه موضح واضحه الصوره بهذا الشكل، كيجي واحد الشكل اللي زوين. وكما قلت لكم مهمه طريقه الطياب، نخلو الفران بارد وندخلوها بحال غادي نطيبوا الكيك، لا 170 درجه. انا طيبته غير في الفران ديال الغاز. صافي هنا بعد ما كيطيبوا معايا كناخذ واحد المنديل اللي كنفزكو كنعصرو مزيان وكنغطيه به. انا درتو في الليل وخليته حتى للصباح، ممكن غير تحسوا به برد صافي تقطعوه وطيبوه 2 سوايع ولا ماشي مشكل، ماشي ضروري تخلوه يبات. صافي هنا غادي نجيب واحد الموس اللي كيكون ماضي باش كيساعدنا، وكنبدا كنقطع في الفقاس ديالي كما كتشوفوا راه كيجي ناجح وكيكون هكا ساهل معايا. كنقطعو ملي تكونوا كتقطعوا ما ديروش الفقاس رقيق، خلوه شويه حيت مازال غادي يطيب في الفران ومازال غادي ياخذ طياب، مازال غادي يضعف. ما ديروش رقيق، يكون هكا متوسط. انا غادي نوريكم على قرب بهذا الشكل راه واضح بحال هكا. غادي نعاود معكم وحده اخرى. انا راه ما شاء الله راه ما ضيعتش منه حتى شي حاجه، كله طاب، حتى شي حاجه ما تقسمات ليا، كله جا بحال هكا. صافي كيكون هكا الفران سخناه من قبل ونقصنا ليه باش يتحمر على خاطرو ما يتخطفش معاكم، باش ياخذ داك اللون الذهبي اللي كيجي ما شاء الله رائع بهذا الشكل. صافي غادي نديرو في اللاطه وغادي ندخلو الفران وكنحمروه من الفوق ونعاودو نقلبوه، نعطوه الخاطر حتى يتحمر معانا. صافي غادي نكملو هكا، وهذه هي النتيجه اللي كتجي ما شاء الله. راه كيجي ما شاء الله، راه غير الصوره راه باينه. ما تنساوش الى عجبكم فيديو ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. راه كيجي مقرمش